بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتحدث عن اليوم الآخر وما فيه من أهوال وما يراه الناس في ذلك اليوم. ولقد توقفنا في الحلقة السابقة عن الحشر وعن أنواع الحشر، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث في هذا الموضوع. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الأول: ما مراتب الناس في الحشر؟ ومن أول من تنشق عنه الأرض ليحشر أمام الله سبحانه وتعالى؟ مراتب الناس في الحشر متفاوتة، كل على حسب عمله. فمنهم الراكب، أي فمن الناس من يحشر راكبا، ومنهم الماشي على رجليه، ومنهم الماشي على بطنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. قيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. وأول من تنشق الأرض عنه
هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى الموضوع التالي: الحساب. ما تعريف الحساب لغة واصطلاحا؟ تعريف الحساب: الحساب لغة العدد، واصطلاحا هو توقيف الله الناس على أعمالهم خيرا كانت أم شرا، قولا كانت أو فعلا، تفصيلا بعد أخذ كتبهم. فإن الله سبحانه وتعالى يوقف العبد ويقرره على أفعاله التي فعلها في الدنيا خيرا كانت أو شرا، وذلك بعد أن يأخذ العبد كتابه بيمينه أو بشماله، فيقول الله سبحانه وتعالى له: ألم تفعل كذا يوم كذا وهكذا. يعرض الله سبحانه وتعالى على العبد الأفعال التي فعلها في الدنيا أو الأقوال التي قالها في الدنيا وغير ذلك، ليعترف العبد بما جناه في الدنيا أمام الله سبحانه وتعالى. تعريف آخر هو إطلاع الله العباد على أعمالهم خيرا كانت أم شرا، قولا كانت أو فعلا أو اعتقادا. التعريف الثاني هو تعريف مرادف للتعريف الأول، هو إطلاع الله سبحانه وتعالى العباد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يطلع العباد على كتبهم وعلى ما فعلوه من سيئات أو من حسنات. لمن يكون الحساب ولمن لا يكون؟ يكون الحساب لجميع المكلفين من إنس وجان ومؤمنين وكافرين، ولا يكون الحساب لمن وردت السنة بدخولهم الجنة بغير حساب تكريما
كريما له. الدليل على ذلك ما ورد في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 ليس عليهم حساب. فقيل له، أي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل استزدت ربك؟ فقال: استزدته فزادني. مع كل واحد من 70,000 70,000. فقيل: هل استزدت ربك؟ فقال: استزدته فزادني 3 حثيات بيده الكريمة. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال التالي: ما أحوال الناس في الحساب؟ أحوال الناس في الحساب: الناس على 3 أحوال. طائفة تدخل الجنة بغير حساب، وطائفة تدخل النار والعياذ بالله، وطائفة تدخل النار بغير حساب لشدة الغضب عليهم ولعظم جرمهم، وطائفة توقف للحساب. وبهذا يجمع بين النصوص الواردة في هذا الشأن، أي بين النصوص التي تقول بأن هناك من يدخل الجنة بغير حساب، وأن هناك من يدخل النار بغير حساب، وأن هناك من يقف أمام الله سبحانه وتعالى للحساب. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال التالي: كيف يوقف الله الناس على أعمالهم، أو كيف يحاسبهم؟ وكيف يحاسب الكافر الذي ينكر كفره وهل تشغله سبحانه وتعالى محاسبة أحد عن أحد؟ الإجابة: يوقف الله سبحانه وتعالى الناس على أعمالهم. قيل: يكلمهم عز وجل في شأن أعمالهم وما لهم من ثواب وما عليهم من عقاب. وهذا ما تشهد به الأحاديث الصحيحة.
حساب الكافر الذي ينكر كفره يأمر الله سبحانه وتعالى جوارح الكفار أن تشهد عليهم، بل ويشهد عليهم أيضا سمعهم وأبصارهم وجلودهم. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فمن يقف أمام الله سبحانه وتعالى وينكر ما فعله في دنياه، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل أعضاء هذا الإنسان تشهد عليه، كما قال سبحانه وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وكما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الأعضاء تشهد على الإنسان كما في هذه الآية: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. لا يشغله سبحانه وتعالى محاسبة أحد عن أحد، بل يحاسب الجميع معا حتى يظن كل فرد أنه المحاسب وحده. ما كيفية الحساب وما الحكمة من الحساب؟ كيفية الحساب مختلفة على حسب الأعمال، منه اليسير والعسير، ومنه السر والجهر، ومنه بالفضل أو بالعدل. فمن الحساب ما يكون يسيرا، ومنه ما يكون عسيرا، ومنه ما يكون سرا بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، فلا يفضحه الله عز وجل أمام الخلائق، ومنهم من يحاسب جهرا، ومنهم من ينعم الله سبحانه وتعالى عليه فيدخله الجنة بغير حساب.
إظهار تفاوت المراتب في الكمال ترغيبا للناس في الحسنات، وإظهار فضائح أهل النقص زجرا عن السيئات. فللحساب حكمة، فأنت على سبيل المثال إذا قيل لك أنك في مدرستك أو في المعهد لن تحاسب في نهاية العام على المذاكرة أو على غير ذلك، أي على الواجبات، فإن الإنسان سيتقاصر ولن يجتهد ولن يذاكر، لأنه يعلم أنه في النهاية سينجح بلا عمل. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الحساب ليكون هناك من يجتهد من أجل أن يحصل على الدرجات العلى، فيحصل على الدرجات العلى في الجنة، وليكون هناك من قصر فيحاسبه الله سبحانه وتعالى على تقصيره. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، والجزاء من جنس العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يتغمدنا جميعا برحمته، وأن ينعم علينا بأن يدخلنا الجنة بغير حساب. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال التالي: ما حكم من أنكر الحساب، وما الدليل على ثبوت الحساب؟ منكر الحساب كافر، لأنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أدلة ثبوت الحساب: الحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فمن القرآن الكريم قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ثانيا:
من السنة. النصوص في هذا الباب كثيرة جدا، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقضى للشاة الجماء من الشاة القرناء. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى الدرس التاسع بعنوان اليوم الآخر. قال الناظم رحمه الله: واليوم الآخر ثم هول الموقف حق، فخفف يا رحيم واسعفي. يقول الناظم رحمه الله: واليوم الآخر، أي مما ينبغي أو مما يجب أن نؤمن به من السمعيات، أن نؤمن باليوم الآخر، فإنه حق كما ورد في القرآن الكريم، وكما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هول الموقف، أي الأهوال التي يراها الإنسان يوم القيامة، وصفها الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، منها هذه الآية: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول الناظم: واليوم الآخر ثم هول الموقف حق، أي حق، أي واجب يجب علينا أن نؤمن به، فخفف يا رحيم واسعفي، أي فخفف علينا يا رحمن يا رحيم هذا الهول
هذا الموقف العظيم واسع في أن يرحمنا وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال التالي: ما المقصود باليوم الآخر؟ ومتى يبدأ ومتى ينتهي؟ اليوم الآخر هو يوم القيامة، يبدأ من وقت الحشر، أي من بعد أن يساق العباد من بعد بعثهم من قبورهم إلى أرض الحساب، وليس له نهاية على الصحيح. وقيل أنه ينتهي بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. لماذا سمي اليوم الآخر بهذا الاسم وما أسماؤه؟ سمي باليوم الآخر لأنه متصل بآخر أيام الدنيا، وإن كان ليس منها، لأن الدنيا تفنى بفناء من عليها. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اليوم الآخر ليس من أيام الدنيا، ولكنه متصل بهذه الأيام، فهو آخر يوم من أيام الدنيا، لذلك سمي باليوم الآخر. ومن أسمائه أيضا يوم القيامة، وذلك لقيام الناس من قبورهم فيه وقيام الحجة عليهم. قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن أسمائه القارعة، لأنها تقرع القلوب، أي تضربها بأهوالها. قال تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن أسمائه أيضا الحاقة، لأنه يحق فيها وعد الله سبحانه وتعالى بالبعث والجزاء. ما المراد بقول الناظم حول الموقف وما مدة الوقوف؟
المراد بقول الناظم هول الموقف أي ما ينال الناس فيه من الشدائد لطول الوقوف، ومدة الوقوف قيل بأنه كألف سنة مما تعدون، كما في قوله تعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وقيل بأنه ك50,000 سنة كما في قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال التالي: هل هناك تنافي بين الخبرين في مدة الوقوف؟ لا تنافي ولا تعارض بين الخبرين. قيل لأن المقصود طول المدة والعدد لا مفهوم له، وقيل أن اليوم يختلف باختلاف أحوال الناس كالآتي: فمنهم من يرى أنها ك50,000 سنة وهم الكفار، ومنهم من يرى أنها ك1000 سنة وهم الفساق، ومنهم من يرى أنها فترة يسيرة، ومنهم من يرى أنها أخف من صلاة مكتوبة وهم المؤمنون، فاليوم الآخر يوم طويل على الكافرين وهو على الفساق أهون، أما على المؤمنين الطائعين فهو بمقدار صلاة مكتوبة كصلاة الظهر أو العصر. قيل أن المقصود بالعدد هنا طول المدة، وليس المقصود الزمن الذي ذكر في الآيات. وقيل أن الزمن يختلف على اختلاف أحوال الإنسان، فالكافر يراه ك50,000 سنة، والفاسق يشعر به ك1000 سنة، والمؤمن يكون يسيرا عليه فهو كصلاة يؤديها الإنسان في حياته كصلاة الظهر أو العصر مثلا، فلا يشعر بهذه الأهوال ولا يشعر بطول الوقوف. ولقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من لا يشعرون بهذا
لأنهم في ظل الرحمن يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عدهم النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يظلون بعرش الرحمن يوم القيامة، فلا يشعرون بهذا الزمن ولا بطول الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. اذكر بعض أهوال يوم القيامة، وهل ينال الأنبياء والصالحين شيء من هذه الأهوال؟ في هذا اليوم يشتد الهول على الناس، ومن هذه الأهوال طول فترة الوقوف، فهو على الكافرين بمقدار 50,000 سنة. ثانيا، اقتراب الشمس من الرؤوس، فيغرق العصاة والكفار في عرقهم المنتن، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقويه أي إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما أي يصل العرق إلى فمه أو أذنيه. أيضا من أهوال يوم القيامة أن الناس يحشرون في ذات اليوم حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، كما ولدتهم أمهاتهم. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون في ذات اليوم حفاة عراة غرلا. فعجبت السيدة عائشة رضي الله عنها من ذلك، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أينظر بعضهم إلى عورة بعض؟ فأجابها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومن أهوال يوم القيامة أن الملائكة تسأل عن التفريط في الأعمال والأقوال، أي تسأل
العباد عما فرطوا في دنياهم. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. ومن أهوال يوم القيامة شهادة الألسنة والأرجل وغيرها كالأيدي والسمع والبصر والجلد والأرض والليل والنهار والحفظة الكرام. فهؤلاء جميعا يشهدون على الإنسان، يشهدون على ما قام من أعمال من الطائعات أو من السيئات. الأنبياء والصالحون لا ينالهم شيء من هذه الأهوال، لقوله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر. ما الأدلة على ثبوت اليوم الآخر؟ وما حكم الإيمان به؟ وما حكم منكره؟ الأدلة على ثبوت اليوم الآخر: قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال تعالى: يوم يأتي لا تتكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. حكم الإيمان باليوم الآخر واجب، فهو ركن من أركان الإيمان، فلا يقبل الإيمان بدونه. وحكم منكره كافر. وفي الحديث أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن تؤمن باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان، فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يؤمن بالبعث وبالحساب
علامات يوم القيامة الصغرى والكبرى. علامات يوم القيامة: أولا العلامات الصغرى، منها مبعث خاتم المرسلين الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وضم بين السبابة والوسطى. ومن علامات يوم القيامة الصغرى ظهور المعاصي وانتشارها وتطاول الحفاة العراة في البنيان، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام حينما سأل عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أشراطها، إلى آخر الحديث. ثانيا العلامات الكبرى: هناك علامات كبرى قريبة، منها ما أخرجه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، أي نذكر الآخرة، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. إلى هنا أبنائي وبناتي أعزائي المشاهدين والمشاهدات تنتهي هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم